مساء الفل والياسمين على احلى متابعين في الدنيا، متابعين ليلي. النهارده هنبدا ملخص كامل الحلقه رقم 14، وما تنسوش اللايك والاشتراك. بتبدا الحلقه بان شيماء فاتحه لايف وبتنتحر، عايزه ترمي نفسها في النيل، وبتقول لهم سامحوني وعايزه اهلي يسامحوني وانا ما كانش قصدي ابقى كده. بعد كده بيتهيأ لها ان ابوها جه علشان ينقذها وما بتنتحرش، ومش عارفه تروح فين ولا تيجي منين. بعد كده بتروح لخالها علشان جايب لها عريس، فبتتجوز ياسر بيه رجل الاعمال المشهور. بعد كده بيقول لها انا هعوضك عن كل حاجه، وانا كنت بحبك من اول مره شفتك فيها. وبتقول له وانا كمان. تقول لخالها الحقني يا خال، انا كنت عامله لايف قبل ما اجي هنا، والناس كلها زمانها شافته عايزه امسحه فما بتعرفش تمسحه. بتقول له طب اعمل ايه دلوقتي؟ قال لها خلاص ولا كأنك عملت حاجه. وبعد كده بتقول له طب اهلي زمانهم قلقانين عليا علشان انا كنت عاوزه انتحر. فبيقول لها خلاص ما تقلقيش. بعد كده بيبعت هو رساله لامها وبيطمنها عليها ان هي لسه عايشه. بتقول لهم الحمد لله اختكم لسه عايشه. ابوها بيقول انا مش عاوزه اعرف هي عايشه ولا ميته، انا خلاص ماليش بنات. وبعد كده بتطلع الاوضه مع ياسر، وبيقول لها انا هعوضك عن كل اللي حصل لك، وما تشيليش هم حاجة طول ما أنا جنبك. كاميليا لسه بتفكر في طارق، وصاحبتها بتقول لها سامحيه لو قلبك عاوز يسامحه فهتسامحيه. هنا المدرسة عند نسمة الكاريزما، صاحبتها بتقعد تضايقها وبتقول لها أبوكي بيزف الملوخية وأختك انتحرت من النيل. بعد كده بتروح بسرعة شيماء علشان تضربها، كل أصحابها بيحوشوا عنها، والمدرس بتاعها بيقول لها أنا عايزك تبقي كويسة وما تدخليش نفسك في المشاكل دي كلها. أما جوز شيماء تاني يوم بيقول لها قومي أنا جايب لك فساتين كتيرة. فبتصحى بتكلم صاحبتها سحر وبتطمن عليها، بتقول لها شوفي لو امي هتسامحني. تروح سحر بسرعه علشان تطمن نسمه، قالت لها خلاص احنا عرفنا وبعتت لنا رساله امبارح. بتقول لها انت مش فرحانه ولا ايه؟ بتقول لها لا طبعا فرحانه. بعد كده نسمه بتقابل حسن وبتقول له اتجوزني. سحر بتروح كمان لامال وبتطمنها وبتقول لها اختك لسه عايشه. كمان بتقول لها سامحوها علشان ترجع تعيش معانا هنا تاني، وهي وحشتني جدا. ياسر بقى بيتكلم مع شيماء بيقول لها انت ليه ما بتنزليش حاجة تاني؟ قالت له انا خلاص الناس كرهتني. قال لها لا، اسم جديد وصفحة جديدة ومحدش فاكر حاجة. فبتسمع كلامه وبتفتح لايف وبتعمل لهم برضو صفحة جديدة. الفيديو بتاعها بتاع الانتحار عامل مشاهدات وعامل لها قواضي ومشاكل كتير. بتروح امال وسحر لمحامية علشان تخرج اختها من الورطة دي. فالمحامية بتطلب منهم ان هي تقابل شيماء بس الاول، وبعد كده تشوف الدنيا ماشية ازاي. بسرعة سحر بتكلم شيماء وبتقول لها ان القواضي اللي عليك ان شاء الله تخرجي منها، واحنا كلمنا محامية كبيرة. بعد كده جوزها بيجي بياخدها بقى تقف مع اصحابه، وفي حد بيقف جنبها كده، فبتتضايق وبتمشي بتطلع اوضتها. بتكلم مين؟ بتكلم طارق وبتقول له انا ما سرقتش الساعة والله، وانا مش حرامية، وعاوزاك تصدقني ان انا كويسة. بعد كده جوزها بيطلع بيقول لها وريني بتكلمي مين؟ بتقول له مش بكلم حد. بيقول لها سبتي الحفله ليه وطلعتي؟ انزلي اقعدي مع الناس. وبيقول لها ان هي تبقى تصاحب الناس وكده. فهي بتتضايق وبتقول له انا لا يمكن اعمل. خالها وبتشتكي له وبتقول له ايه العريس اللي جبته لي دوت؟ بيقول لها يا بنتي احنا كنا مضطرين، ما كانش قدامنا حل غير كده. انا بقى نسمه بتتكلم مع ابوها وبيقول لها انا ماليش بنات خلاص. بعد كده بقى عاوزه تقنعه ان هو حسن كويس علشان لما يتقدم لها يوافق عليه. بيقول لها انت ايه؟ انت شطانه. انا بقى شيماء سهرانه مش عارفه تنام، فبتشوف ان طارق اتجوز خلاص كاميليا. فبتزعل وبتضايق وبتقول له طب انا عاوزه الفلوس بتاعتي بتاعت الشغل بتاعي، والاعلانات ما نزلتش ليه لغايه دلوقتي. فجوزها بيصحى وبيقول لها انت مالك زعلانه ليه؟ وريني التليفون. قالت له انا زهقانه شويه. قال لها لو اعرف انت ايه اللي مزهقك. قالت له انا عاوزه اشوف امي، انت حابسني هنا. بسرعه الباب بيخبط عند امها، بتلاقي حد بيقول لها انت عاوزه تشوفي بنتك شيماء؟ قالت له طبعا. قال لها طب تعالي معايا بسرعه بس ما تخليش حد ياخد باله. وعلى المشهد ده بتخلص الحلقه بتاعتنا، واستنوني في حلقة جديدة، وما تنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.